تطبيق القانون. نعم خلينا ناخذ بس الاخوان اللي ما كلموا بعدين نرجع لكم اذا في لكم تعقيب على كل الكلام اللي قيل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ابراهيم ابو هيف، صحفي مصري، سكرتير تحرير موقع دلتا اليوم الاخباري. نعم. في البدايه اهنئ الشعب المصري بعيد تحرير سيناء اليوم، اهنئ المجلس الاعلى للقوات المسلحه. ثانيا اهنئ اخوان الاقباط بعيد القيام المجيد. انا هتكلم بس في مصر بعد ثوره 25 يناير. نعم. مصر بعد ثوره 25 يناير لازم نفرق بين مصر قبل الثوره ومصر بعد الثوره. وهذا السؤال، ماذا بعد الثوره؟ ماذا بعد الثوره؟ نعم. انا هكلمك في ماذا بعد الثوره. ماذا بعد الثوره تشاهدوا في سلوك المصريين ذات نفسهم. تشاهدوا لما المسلم يحمي المسيحي وهو بيصلي، تشاهدوا لما المسيحي يحمي المسلم وهو بيصلي. تشاهدوا امبارح في قداس عيد القيامه اللي نظم القداس واللي حمل كنايس هم المسلمين. هذه بعد الثوره، هذه بعد الثوره امبارح. بعد الثوره امبارح في عيد القيامه المجيد. نعم. في عيد القيامه المجيد امبارح اللي نظم وحمل كنايس المصريه هم المسلمين. ده يعتبر سلوك لوحده. السلوك الثاني في المصريين سلوك الرقي في الاخلاق. نعم. الرقي في التعامل مع الاخر. ده خلاص ان المصري دلوقتي بيفكر في مستقبله. يعني وفي السابق ما كانت هذه الاخلاقيات عند المواطن المصري، هذه ما لها دعوه في قضيه النظام، هي ثقافه اخلاقيه عند المجتمع. الثقافه يعني ما كانت موجوده عند الثقافه الاخلاقيه كانت موجوده عند المواطن المصري، لكن في ظل نظام يضبط الحريات. في ظل نظام اي شخص. وين الفكر اللي قدمتوه للمستقبل؟ هذا السؤال، يعني وين الفكر؟ لكن الاخلاقيات موجوده في الشعب المصري من غير ما نتكلم، ان كانت في عهد السيد حسني مبارك ولا انور السادات ولا جمال عبد الناصر. اي فكر. نعم. او حتى في العهد الملكي. اي فكر هتبني عليه المستقبل بيجي من السلوك. اي فكر علشان وهذا السلوك ما كان موجود عند المواطن المصري. السلوك كان موجود لكن مكبوت. لا يطبق. كبت الحريات لا يطبق. نعم. كبت الحريات. يعني هل تقصدون ان الثوره هي علمت المواطن المصري هذا السلوك؟ الثوره هي حاله من حالات الابداع عند المواطن المصري. يعني نحن الان ندعو الى تطبيق هذا السلوك، احترام الراي واحترام الراي الاخر. لان صوتك مش طالع، لازم المايك. احترام الراي واحترام الراي الاخر. يعني احنا السلوك لا يعني هذا مش كان موجود، ما انك انت كان موجود بس الثوره احيت هذه السلوكيات من جديد. قبل الثوره يعني السؤال كانت ميته. احنا كناش بنحس انها بلدنا. انا قبل الثوره كنت بفتح شباك العربيه ارمي ورق ولب وكل حاجه. دلوقتي انا بقيت احس انها بلدي. على اخلاقيات الانسان نفسه بغض النظر. انا بقول لحضرتك الفرق، انا بقيت احس ان هي بلدي. يعني في السابق ما كنت تحس انها بلدي؟ ما كنتش بحس، كانت مسلوبه مني. ما كانوا وبعد بلد. لا 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 هذا تصرف خطا. يعني انا بعترف طيب موجود لدى المواطن في كل وقت. نبي الواحد عشان يعني انا بعترف بهذا خطا. ده خطا، يعني احنا مش دي القضيه. انا بعترف ان ده خطا، بس احنا ما كناش بنحس انها بلدنا. كنا بنحس ان هي وطن مسلوب. بس لا يبرر الى خطا. يعني اذا كان هناك باعتقادك ان هناك خطا لا يبرر الا ان نفعل خطا. اوكي هي لا يبرر، ما حدش قال انه يبرر. بس هي الثوره احيت من جديد اخلاق المصريين. قبل الثوره بشهر كانت اخلاق هذا كلام خطير. يعني أيوة. الاخلاق لا يعني تكلموا بصراحه، هل اخلاق المصريين ما كانت موجوده قبل الثوره؟ احنا كنا نلمسها في الشارع، كنا نروح. ممكن اكمل؟ ولا ثواني بعد اذنكم. نعم التونسي. ممكن اكمل ولا اسكت؟ لا التونسي نرجع له. السؤال نرجع له. السؤال الجميل. لا نرجع له. اكمل؟ لا لحظه في تعقيب راح نرجع له. يعني انا بنتكلم على كده. على الاقل التجربه التونسيه باعتبارها. نعم انا معي اتصال من مصر. نقول الو. احمد حياك الله يا احمد. الو احمد. هم ما يسمعونك يا احمد، انا اللي اسمعك يا احمد. الو تفضل يا احمد. الو حياك الله يا احمد. مشاركتك معك المستشار احمد بدري يا فندم من مصر. نعم. شرطه حكيم دولي وقدم منازعات دوليه. بحب ارد على الاستاذه اللي قاعده جنبك، المراه الخايبه اللي مش عاوزه وضع الحكومه. نعم احمد لا تغلط، تكلم يعني بصوره موضوعيه. نعم نعم لن نسمح لك في الخطا. يعني حاول انه يعني في قضيه الرد يعني على الامور. نعم تفضل. كان بيرد انه كان متشنج، انه ظاهر فيه مشكله يعني في طريقه الاسلوب بالطرح من مصر يعني كان. ان شاء الله اذا هذا. ثانيا الشعب المصري علم جميع الشعوب احترام الراي والراي الاخر. وهذا صحيح. احترام ان لو واحد بيتكلم الكل يسمعه، بعد كده الكل بعد كده يعلق. نعم تمام. يعني تتوجه لزملائك، يعني لزملائك الموجودين يعني من مصر، هم اللي عاقبوا اخوانك المصريين.
اللي عاقبوا المصريين. لا زمايلنا بيحاولوا ان هم يكملوا وجهه النظر. ايوه زمايلنا بيحاولوا يكملوا وجهه النظر لو كانت ناقصه عندي. نعم تفضل. تمام تفضل. انا هتكلم مصر بعد ثوره الشعب المصري. اي تغير اقتصادي بيجي دلوقتي بيجي من تغير السلوك. عايز ابني مصر من جديد. مصر دلوقتي بقت بتاعتنا مش بتاعت حد. ان حوالي 400 رجل اعمال هم اللي كانوا ماسكين الاقتصاد المصري. لا، الاقتصاد المصري دلوقتي ملك الشعب. الشعب هو اللي هيبني عجله الاقتصاد المصري، بدليل ان الجاليات المصريه في السعوديه وفي الامارات جمعوا في الكويت جمعوا ما يقرب من 10 مليون جنيه مصري لبناء مصانع جديده. ده يعتبر تغير في السلوك. تمام. هاجي اتكلم عن محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك. نعم. انت يعني انت العشره على اي اساس قلت؟ هل كان في رقم معين ولا شفتهم؟ نعم. انا لا، الرقم شغال في مجال الصحافه. كل الارقام دي موجوده عندنا. يعني متاكد من متاكدين من الرقم. نعم. ويمكن الرقم كمان زاد دلوقتي. ايوه. لا. تمام. وممكن الرقم يوصل ل 100 مليون كمان. تمام. انا اتكلم عن محاكمه الرئيس السابق محمد حسني مبارك. اولا احنا لن نسمح باهانه اي شخص مصري. لن نسمح باهانه اي شخص مصري مهما كان. لكن لو الانسان اخطا القضاء المصري موجود. الرئيس مبارك كان رئيس سابق في عهده سلبيات كتير، متهم بقتل المتظاهرين، متهم بالفساد الاداري والسياسي. القضاء المصري هيحاكمه، واللي علينا ان احنا نقدر نثبت بالدليل وبالمستندات كل حاجه تدينه. لو احنا ما قدرناش نثبت كده القضاء بالتالي هيحكم براءته. نعم. يعني هو بالنهايه الحكم للقضاء. الحكم للقضاء المصري اللي احنا بنصر. يعني لو حكم القضاء ببراءة الرئيس محمد حسني مبارك راح تعتذرون له؟ لا، نعتذر ليه؟ اذا القضاء براه. لا، اذا القضاء حكم ببراءة لو القضاء حكم ببراءة الرئيس السابق محمد حسني مبارك تعتذرون للرئيس؟ مش هنعتذر. على مش هنعتذر، هنحترم الحكم لان ده حكم القضاء. بس لكن اللي علينا بس براءة. يعني انت ما تحترم القضاء؟ تؤمن بنزاهة القضاء؟ لو تم براءته هتبقى الغلطة من عندنا احنا، لان احنا ما قدمناش الدليل القاطع للقضاء بإدانته. نعم. هتبقى الغلطة عندنا. نعم. خلينا ناخذ اخر يعني الاخوان. انا اتكلم بس في اخر نقطة بخصوص الاخوان والسلفيين. اي بشكل سريع. لان انا الوقت داهمني وما قدرت حتى اني اسولف يعني مع الاخوان. نعم. انا لا اخشى الاخوان المسلمين في مصر. لان الاخوان اكثر تفتحا واثبتوا قوه وتنظيم في الشارع المصري. اما الاخوه السلفيين اتمنى ان هم يراجعوا موقفهم اتجاه الشعب المصري ويرحموا الشعب المصري من افكارهم ويعيدوا تفكير وترتيب البيت السلفي من جديد. ويبعدوا عن يعني انت مش خايف من الاخوان المسلمين؟ مش خايف من الاخوان ابدا. نعم. ولو الاخوان حكموا ثاني يوم مصر مش هنخاف. هي حتهاجر. انا هفضل في مصر. تقول لك حتهاجر. انا اطالب بدوله مدنيه. شخصيا انا لو الاخوان حكموا مصر يا جماعه انا هاجر بره مصر. فكر الاخوان قايم. انا ليبرالي وليس اخواني، لكن فكر الاخوان قايم على الدوله المدنيه. نعم. يعني مفيش حاجه اسمها دوله مدنيه. افضل حكم لمصر قادم الاخوان. تقول انا هاجر. انا ما بقولش افضل حكم لمصر القادم الاخوان. افضل حكم للمصريين ليس اسوأ من الدوله البوليسيه الا الدوله الا الدوله الدينيه. اكرر. وبعدين معنى ان احنا الاخوان يحكموا مصر وهم تيار سياسي، هم بيقولوا احنا عايزين نعمل دوله مدنيه ذات مرجعيه دينيه. يعني ولايه الفقيه من الاخر. لا 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 ما صدقش كده خالص. انا اكمل وجهه نظري. احنا معانا في مصر شركاء في الوطن وهم يعني وهم جم مصر واهل مصر الاصليين هم الأقباط لا يقبلون بوجود دولة دينية. مصر ليست دولة إسلامية. مصر إسلامية التكوين ولكنها دولة مدنية. وأنا اليوم اللي يحكم فيه الإخوان. خلينا نشوف رأي آخر مصري. خلينا نشوف رأي مصري آخر. أرجع نريد تفعيل المواطنة. الإخوان جزء من الشعب المصري. التيار الإخواني هو إحدى التيارات اللي بتحكم الشعب. لا بس هو يقول لو يحكموا الإخوان هو يعني أنا ضد أن يحكم تيار باقي التيارات، ولكن أنا مع المواطنة ومع المدنية، الدولة المدنية. فصيل من فصائل الشعب المصري. لو حكم انت قلت افضل ان حكموا. لا، لو الاخوان حكموا انا مش هخاف، لان لو الاخوان جم هيجوا بإرادة الشعب. مش هيجوا بإرادة الشعب تاني. تمام. بس هي تقول هاجر. تقول انا هاجر اذا الاخوان او السلف حكموا مصر. هديك مثال التعديلات الدستوريه. نعم.